السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا هانيين ومتهنين. عيدكم مبارك، ينعاد عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. في حياتكم حياه والديكم ووليداتكم والعقوبه العام الجاي ان شاء الله. ربي يتقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. الفيديو تاع اليوم راح يكون فلوق العيد. واش وجدت حلويات، الانواع تاع الحلويات، وش وجدت الغداء، يعني عادات وتقاليد الجزائريين في العيد واش نديرو. كما راكم تشوفوا لهنا هذو بعض من الصور. هنايا بعد صلاة العيد كنت وجدت هذه الصينية الصغيرة باش نهبط نفطر مع دار شيخي. من بعد راح نوجد الغداء، راح نديرو بين اللحم والدجاج. هنا كل واحد ومقدورو، كل واحد كيف يحب. اللي يحب يديرها بالدجاج يدير، واللي يحب يديرها باللحم ولا مزيج بيناتهم. شويه زيت، نزيد لها السمن، نحط طرف تاع اللحم والدجاج تاعي. بسم الله. ونخليهم شغل يديو لي هذيك التحميره. بعد ما داو لي هذيك التحميره نفرغ عليها البصله والثوم. بسم الله. ودرك راح ندير لها التوابل، الفلفل الابيض، كزبر، والملح. ونخليها تتقلى في عقلها، وساعه على ساعه نبقى نخليها تتقلى على نار قليله. وانا عندي جريبات وخردل، انا درت لهم الملح والفلفل الكحل ونخليهم على جنب. نبقى هكا ساعه على ساعه نحرك حتى تنشف لي هذيك البصله ويخرج لي ليدام. كي يخرج هذاك ليدام هنا البرمه تاعك خلاص تقدري تمرقيها وتعرفي باللي الماكله تاعك تجي بنينه. كي يخرج هذاك ليدام كامل في التقليه. عندي هنايا تليتلي، راح ندير له شويه زيت. بسم الله. نغطيها ونخليها تفور التفويره الاولى. هنا بعد ما فرت التفويره الاولى راح نهبط التليتلي اللي عندي كامل ونفرغ عليه الماء السخون. ونخليه شويه في هذاك وسط الماء السخون ومن بعد نصفيه. هنا بعد ما خليت التليتلي تاعي في وسط الماء، من بعد صفيته وخليته يكتر من ما مليح تاني ينشف مليح مليح. من بعد نعاود نحطه يفور للمره الثانيه، وفي نفس الوقت راني نحيت الدجاج لانه الدجاج يطيب فمفم. وخليت راح نزيد ندير التليتلي التفويره الثانيه. بعد ما فارت لي التفويره الثانيه نعاود نهبطها. هنا قادره في التفويره الثانيه ما تزيدولهاش التفويره الثالثه. كيما انا هنايا راهي مليحه، مانيش راح نزيد نفورها التفويره الثالثه. اذا شفتوا حبه التليتلي تاعكم مازالت هنا يابسه، عاودوا فرغوا عليها الماء كيما التفويره الاولى، صفيوها وتفوروها وخلاص. من بعد تديروا لها الملح ومن بعد تجمروها. هنا ندير لها شويه ملح، درت لها هنا الملح وخلطتها. من بعد نغطيها ونستنى على لاصوص تنتوجد. نلوح الجريوات واللفت ونخليهم يطيبوا. هنا بالنسبه للفت والجريوات فمفم يطيبوا، ما يطولوش بزاف.
هنا كنت نحيت الخضره كامل، نقصت لاصوص راح نلوح التليتلي ونفرغ عليها لاصوص ونخليها تتجمر في عقلها. كيف نفرغ عليه لاصوص. نغطيها ونخليها كلها في عقلها. هنا بعد ما تجمرت لي نزيد لها مغرفه تاع زبده، نخليه حتى نذوب لي الزبده، نعاود نخلطها مليح ونقدمها في صحن التقديم. هذا هو التليتلي بعد ما وجدته. كنت درت البيض المشرشم، درت الحمص، كنت ديكوريته هكا بالجريبات والخردل والبيض والدجاج اكيد كنت حمرته وزينته بهذه الطريقه مع جوات فلفل حارين وسلطه خضراء. الله الله. وهذا هما الحلويات اللي كنت وجدتهم في العيد. بالنسبة للوصفات كامل تلقاهم في القناة تاعي، نخلي لكم كل وصفة الرابط في صندوق الوصف. هنا كما راكم تشوفوا درت حلويات جافة هذه المرة، ما درتش يعني حلويات بزاف مدايرين. درت هذا البقلاوة تاع الياسمين اللي قلت لكم عليها، درت 2 انواع تاع صابلي، قريوش اللي ما نستغناوش عليه، النوغا، مكسرات، ثاني درت الفيريرو، ودرت الغريبيه ثاني اللي ما نستغناش عليها نهائيا. كما راكم تشوفوا هنا وجدت كلش التاي، جو والحليب والقهوه، حتى بالقطوات درت يعني نوعت. كان حلويات اللي يتشربوا مع القهوه والحليب، والمعسلات يتشربوا مع التاي، وثاني العصير يتشرب مع الحلويات الجافه. هنايا كل واحد كيفاه يحب يشربوا اكيد. لهنا بالنسبه للحلويات كل واحد ومقدوره، كل واحد كيفاه يحب يدير. كاين اللي يدير غير 2 انواع 3 انواع، كل واحد وكيفاه. كما انا شخصيا نقول هذه المره العيد ندير غير 2 انواع مع مقروض وبقلاوه وغريبيه وسلطه عنبي وصابلي. من بعد نلقى روحي نوعت. لهنا ترجع على كل واحد وشخصيته، كل واحد وقناعته. كاين اللي يحب ينوع، انا ديجاني حلوجيه كما تعرفوا بنوع، يكون الواحد ينوع علاش ما ينوعش. وثاني كل واحد وكيفاه، كان اللي يحب ينوع، كان اللي يدير شويه، كاين لهنا راجع على كل واحد وش. هنا كنت وصلت لدارنا، كانت رحمه موجده الصينيه. الله الله. حنا التاي والقهوه والحليب والعصير هنا ديجا مكملوه. قلت لها زيدي عمريها واعطيها لنا بارده تبرد القلب. مع ام رسلان، سهام، رحمه والعائله الكريمه، بلا ما ننسى عمتي ربي يحفظها. كانت هنا سهام طيبت لنا بربوشه بيضه، واش نقول لكم، بنه على بنه. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. نعاود نقول لكم صحه عيدكم وينعاد عليكم بالصحه والهنا.